تمام. طب ما انا ممكن احطه تحت الحنفيه وخلاص بقى من الاساس. ما هو انا مش هفضل حاطه 24 ساعه تحت الحنفيه. ده معنى ذلك ان انا هكرر الموضوع. بالظبط. انا بقى توقعت ان هي مره او مرتين والتورم بيروح. عندنا عرض تاني. ماشي. العرض التاني ده ان تيجي الام تقول لك ايه، انا مكان الحقنه فيه كلكيعه. ايوه. تمام. الكلكعه دي للامانه العلميه يعني ممكن يكون شويه التطعيم اتاخد مش في مكانه، او تتاخد في المنطقه الدهنيه مثلا، مم. ما اتاخدش في المنطقه العضليه، فما صرفتش كويس. هي ما تاثرش بنسبه كبيره على التطعيم يعني، لكن شويه بتبقى مؤلمه للطفل، تقعد مم. مده اطول شويه، وبعد كده بتفضل الكلكعه دي موجوده. تدلكها له مثلا او حاجه ما ولا بعملهاش اي حاجه. بنسيبها هي بتروح بس لحالها المعلومه يعني؟ المهمه ايه اللي مم. الام تبقى عارفاها عشان تبقى مطمنه، هي ممكن تقعد لحد اكتر من شهر او شهر ونص عبال ما تصرف. مم. ما بدخلش في اي حاجه، بسيبها ما بعملش فيها حاجه، وهي بعد كده مع الوقت بتصرف، بس بتصرف زي ما قلنا في وقت طويل شويه. تمام. إيه، أشيع يعني أو بنسمع كتير عن مرض التوحد، مظبوط. وإنه ليه علاقة وثيقة بالتطعيمات. إيه مدى صحة المعلومة دي؟ بص يعني هو يعني باختصار كده النقطه ديت هي ممكن تكون الى حد ما بتقال، بس مش منتشره انتشار كبير، لكن هي كانت في فتره ما منتشره، ان كان في مم. التسعينات اتعمل دراسه ان التطعيمات اللي بتتجمع او بتتحفظ بماده الزئبق بيبقى لها علاقه بان هي بتزود فرص التوحد عند الاطفال. والدراسه دي اتعملت وطلعت دراسه مش صحيحه، حتى الدكتور اللي عملها في التسعينات عوقب والبحث ده اتسحب، لكن طبعا كانت ضجه بس الموضوع المعلومة اياميها انتشرت. انتشرت. مم. فضجة المعلومة ديت هي اللي عملت المشكلة دي، لكن مم. بشكل عام التطعيمات يعني أثبت بعد دراسات كتير جدا، هي الأقوى يعني، مم. إن هي ملهاش علاقة بالتوحد. طيب تمام. ندخل بقى في تفاصيل أكتر عن التطعيمات والجدول بتاع التطعيمات اللي هو الجدول الإلزامي اللي هو تبع وزارة الصحة. تمام. نتكلم عنه بقى شوية عن الجدول. يعني احنا هنحاول كده نحط الخطوط العريضة بتاعت الجدول، وزي ما بقول لك نركز على الحاجات اللي ممكن شوية تعمل نوع من أنواع الديبيت أو نوع من أنواع اللخبطة عند الأم. تمام. فهنمسك من أول يوم. الطفل اتولد. ماشي. طبعا برضو على مدار السنين اللي فاتت حصل نوع من انواع التحديث شويه، يعني لو في ام مثلا مخلفه طفل قبل 2014 هتلاقيها بتاخد حاجات، وبعد 2014 بياخد حاجات تانية، بس لحد ما بقالنا كذا سنه الجدول ثابت، وهقول لك الجدول بالابديت بتاعه او بالتغيرات اللي حصلت. تمام، يعني احنا الجدول اللي احنا هنتناقش فيه دلوقتي اللي هو آخر جدول احنا ماشيين عليه. ده اللي احنا ماشيين عليه في مصر. تمام. عندك اول حاجه، اول ما الطفل بيتولد مم. في حاجه اسمها الجرعه الصفريه من تطعيم فيروس الكبد ب. تمام. الفيروسات الكبد هم 5 انواع، منهم 3 مشهورين، مم. الاي والبي والسي. فيروس A، فيروس B، فيروس C. فيروس سي. اللي احنا بنتكلم عليه اللي في النص فيروس B. فيروس A له كلام هنتكلم فيه في التطعيمات الاضافيه، مم. وفيروس C خلاص اللي الناس عارفاه. تطعيمات إضافية، يعني معنى ذلك إن في تطعيمات غير الأساسية كمان. بنسميها اضافيه او تكميليه، تمام. هي مش زياده، هي مهمه بس بتتاخد بره جدول الصح، ودي هنبقى تمام. نتكلم عليها بعدين ان شاء الله. لكن اللي يهمني دلوقتي ان الام تبقى فاهمه ان فيروسات الكبد 3، A A و و B B و و C. C. C اللي هو حتى كان منتشر في مصر في فترة كبيرة جدا، واللي ظهر له العلاجات اللي اتخذت قريب من كام سنة والكلام ده كله، وبنعمل له تحليل PCR وكل الكلام ده. تمام. والاي ده اللي بيجي في الاكل الملوث اللي له تطعيم هنتكلم عنه. يهمني بقى البي، مم. لان بالمناسبة البي يعتبر خطير يعني. تمام. البي ده في منه مزمن وفي منه حاد، يعني ممكن يجي ويظهر اعراض للشخص في ساعتها، مم. وفي منه ممكن يجي ويسيب اثار يفضل الشخص يتعالج منها سنين. مم. بقى فيروس متوطن جوه الكبد بتاعه. ده أول تطعيم اللي هو بتاع ده الكبد تطعيم بي. فيروس الكبد بي. التطعيم ده هدفه الاساسي ايه؟ الجرعه الصفريه دي. تمام. بالمناسبه هو بيتاخد اصلا التطعيم ده مم. قبل كده، لحد قبل ما يدوه اول 24 ساعه، مم. بيتاخد عند شهرين واربعه وسته. تمام. اكتشف ان انت لو اديت التطعيم ده في اول 24 ساعه للطفل في نقطتين. النقطه الاولانيه ان هو مش خطر على الطفل. تمام. النقطه الثانيه انه بيحميه لو الام كان عندها فيروس بي. تمام. طيب هل ده معناه ان في خطر على الطفل الام عندها فيروس بي؟ عشان برضو نتكلم بشكل يعني شويه برضو عملي على ارض الواقع بتاع مصر. انت عندك اصلا كل الناس اللي اتولدت بعد 92 خدت تطعيم فيروس بي. فحتى ولو لو كانت الأم عندها فمفيش مشكلة. بالظبط، فانت مم. بتتكلم 92 ده في 2024 يعني بتتكلم عن حد او ام عندها 32 سنه. مم. فبقت اجيال كلها من زمان، والاجيال اللي جايه كلها متطعمه من بي. اه. بس انت بتدي زياده في الامان، مم. ان الام
الطفل بياخد اول 24 ساعه، فده بيحميه لو هو اتنقل له فيروس بي او كان الام عندها فيروس بي. تمام. وده اسمه ايه بقى؟ اسمه او تطعيم اول 24 ساعه. تلاقي صفري. مجرد ما الطفل يتولد، هو المفروض ان هو الاب ياخد الطفل في مكتب الصحه في اول 24 ساعه. يعني لو طفل مولود بالليل متاخر مش لازم تيجي على مكتب الصحه بالليل، صحيح. ممكن تروح تاني يوم الصبح عادي، ولو هو اتولد الصبح ممكن تروح بعد الظهر او بعد العصر عادي. تمام. هي بقى ديت التريكات الصغيره اللي عايزين نوصلها للناس، لان زي ما بقول لك المعلومه لو بقت مبتوره بيحصل نوع من انواع اللهوجه او نوع من انواع التصرف الخاطئ، سواء بين الصربعه زياده عن اللزوم او الهدوء زياده عن اللزوم. فانت معاك اول 24 ساعه تدي فيها تطعيم الجرعه الصفريه. تمام. فانت مش مستعجل، يعني عادي ممكن تطمن على مراتك الاول لو يلزمك يعني تطمن عليها، اكيد طبعا. ولو البيبي مش اهم حاجه وخلاص تاخد البيبي بعدها بساعه 2 بعد 10 مم. ويطعم ويرجع تاني. تمام. دي اول حاجه. اول تطعيم. اه تمام. عندنا بعد كده حاجه اسمها الجرعه الصفريه من شلل الاطفال. نقط شلل الاطفال دي يعني القاسي والداني عارف ان هو كل شويه يقول لك حمله شلل الاطفال، حمله أيوة. شلل الاطفال. تطعيم شلل الاطفال النقط ده اللي هو زي السلام عليكم كده، كل شويه مم. الطفل بيخطئ. هو امان جدا، مم. وبصراحه الحملات والحاجات دي مهمه عشان تفضل محافظه على ان المرض ما يظهرش في مصر. الحمد لله مصر ما سجلتش من سنين قوي اي حاله شلل الاطفال. تمام. فبيفضل الحملات والتطعيمات الاساسيه في الجدول الاساسي عشان تفضل محافظ على ان ما حدش يصاب، لان هو معدي بشكل كبير جدا. عمره قد ايه؟ اول اسبوع بدي حاجه اسمها الجرعه الصفريه. يعني في خلال اول اسبوع الطفل بيروح الوحده الصحيه او المكتب اللي هو تابع ليه وبياخد في نقط في بقه شاي الاطفال. يبقى كده الجرعة الصفرية المسمى ده على تطعيمين، واحد اللي هو 24 ساعة اللي هو تبع الكبدي باء أو الكبدي باء يعني، والتاني قدامه أسبوع اللي هو بتاع شلل الأطفال. مظبوط. طيب التطعيم التالت. التطعيم الثالث بقى، وده بيتقال عليه غلط انه تطعيم، اسمه تحليل الكعب. وبرضه دي نقطة يعني بتبقى شوية برضه فيها نوع من انواع الديبيت عند الاهل، تمام. ان يقول لك انا هروح خد تطعيم الكعب. لا، هو مش تطعيم ولا حاجة، هو تحليل الكعب. تحليل الكعب ده عبارة عن ايه؟ من الحاجات اللي وزارة الصحة بتعملها انها بتعمل مسح شامل لكل طفل بيتولد في مصر علشان خاطر تتأكد انه ما عندوش مشكلة في الغدة الدرقية. هرمون الغدة الدرقية من الهرمونات السايلنت أو الصامتة اللي لو قليل في جسم الطفل بيعمل له مشاكل. المشاكل دي ممكن ما تبانش يعني غير أو ما يكتشفش غير بعد 6 شهور أو بعد سنة أو أكتر. تمام. ولما تيجي تكتشفها وتبدأ تعالج الهرمون ده بيكون الطفل حصل له مشاكل في جسمه. المشاكل دي ما نقدرش إن نتداركها أو ما نقدرش إن إحنا نعالجها تاني. فبيتعمل نوع من أنواع المسح لكل الأطفال علشان لو الطفل عنده مشكلة في الهرمون ده ابدا ان انا من بدري ومن اول يوم اديله علاج. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان اي تحليل زي ما احنا عارفين، والكلام ده بقى يعني بص مش هتسمعه في اي حته تانية. ماشي. فانا هفسره لك نركز بقى عليه عشان خاطر تبقى الناس فاهماه حصري. بالظبط. اي تحليل المفروض يتاخد بالدم، باخد سرنجه وباخد حقنه وخلاص. طبعا انك عشان تعمل الكلام ده بشكل يعني يومي في الالاف الاطفال اللي بتتولد، وانك تسحب سرنجه وتاخدها وتوديها معامل وتبدا تحلل الكلام ده مكلف جدا ومرهق وتفاصيله صعبه قوي. تمام. فعملوا حاجه زي الكارت كده. الكارت ده بيقدر ان هو يشخص موضوع الهرمون ده مجرد ما تحط عليه نقطه الدم دي. زي تحليل السكر. مش انا تحليل السكر اقدر اعمله في شريحه كده وبنحط عليه نقطه في الدم الجهاز في الصيدليه او في البيت. صحيح. وبقدر اعمله دم. تمام. هي بقى نفس الفكره. انت تقدر بالكارت ده تشك الطفل بالابره وتقوم حاطط نقطتين في الكارت ده وتاخد الكارت ده توديه المعامل المركزيه بتحلله وتشوف عندي مشكله ولا لا. هو يسجل النتيجه بقى. بالظبط. تمام. طيب مدته امتى؟ ما الفكره بقى في النقطه دي. الفكره في ايه؟ في انه علشان الكارت ده او الهرمون ده يظهر نسبته في الكارت لابد انه يكون الطفل عدى عليه من عمره 48 ساعه. تمام. ولابد يكون ما كملش 8 ايام. يعني المفروض انا اروح للطفل في الوقت ده ما بين ال 48 ساعه وما بين ال 8 ايام. يعني معنى ذلك ان هو ما بين الجرعتين الصفريه اللي احنا قلنا عليهم. هو كده لما يروح هياخد ده مع ده. تمام. يعني هو راح اول 24 ساعه خد التطعيم. في خلال اليوم الثاني من عمره او بدايه اليوم الثالث هيروح هياخد حقنه الكعب. تمام. تحليل الكعب. وهياخد تطعيم شاي الاطفال. تمام. هي بتبقى في زياره واحده. ممتاز. وكويس قوي انك سالت السؤال ده. تمام. طيب عشان ايه؟ عشان هقول لك بقى النقطه المهمه في الحته دي. وده اللي زي ما قلت لك اللي على ارض الواقع اللي بيحصل عندنا في مصر. هل انا متاح مجرد ما ابني يكمل 48 ساعه اروح بيه الصحه؟
واعمل التحليل؟ لا، لان الكارت ده ايوه لازم في وقت معين يتعمل فيه التحليل، لازم تاني يوم او تالت يوم. مش معايا في اي وقت وانا اطلعه اشتغل بيه. بالظبط. فانا تمام. الفكره في ايه؟ احنا بنعمل بقى ايه في مصر؟ الكلام ده على مستوى جمهوريه مصر كلها، بيتاخد التحليل ده يوم السبت ويوم الثلاث، تمام على اساس ان هو يروح المعامل المركزيه يوم الاحد ويوم الاربعاء. تمام يعني على مستوى مصر كل المكاتب الصحه تاخد التحليل يوم السبت، كلها تروح تورد للمعامل يوم الأحد. المركزيه يوم الاحد، مم. يوم الاحد يشتغلوا فيه، تمام وارجي يوم الثلاث كل مصر تعمل وتاخد وتودي يوم الأربعاء. الاربعاء. تمام. كده تمام. مم. طيب يبقى انا النهارده خلينا ندي مثال كده، مم. انا ابني اتولد يوم السبت بالليل، تمام. هل اوديه الحد او الاثنين؟ يوم الأحد هروح اخد الجرعة الصفرية، الكبد باء. بالظبط. تمام. يوم الاثنين هوديه؟ لا، لا، مع هنروح انه كمل التلات. 48 ساعه هروح الثلاث. تمام. طيب انا ابني اتولد الاثنين بالليل، هل الاتنين اروح الثلاث اعمل تحليل الكعب؟ لا. ليه؟ لانه ما كملش 48 ساعه. صح. فهمت قصدي؟ دي فمهم وقعت فيها. جدا. وانا برضه هعرف اوقعك، ما تقلقش. مم. انا لازم يكون الطفل كمل 48 ساعه. تمام. ده معناه انه لو اتولد الاثنين بالليل مم. المفروض يروح يوم ايه؟ السبت. برافو عليك، مم. بدات ترجع. ايوه صح، سريعا. فانا تمام. مهم جدا ان انا اخد بالي من المواعيد دي. يعني معناه ايه؟ معناه ان انا لو ابني اتولد مم. يوم الحد بالليل، خد بالك بقى من الحته دي، الحد بالليل الحد بالليل الثلاث الصبح وما كملش 48 ساعة. ما عادش قدامي غير يوم السبت. لو انا السبت ما رحتش، يوم الثلاث هيبقى كمل 9 ايام، مش هينفع اوديه. ايوه. فهمت الحته دي؟ طيب. طب ليه بنقول الدايليما دي كلها؟ مم. علشان انت لو سقطت وما رحتش بعد اليوم السادس او الثامن مم. ورحت في اليوم التاسع او العاشر وافتكرت القصه دي، بتبدا تتوجه ناحيه المستشفى المركزي، لانه خلاص لازم يتسحب دم. ايوه. طيب السؤال برضو، هل اطنش ولا اروح؟ لا اروح. ليه بقى؟ لان برضو من الحاجات الجديده الوزاره عملتها انها بقت بتعمل كمان مع تحليل الهرمون الغده الدرقيه ده تحاليل كتيره جدا لها علاقه بالتمثيل الغذائي. مم. والتمثيل الغذائي ده انت ممكن تلاقي الطفل وهو عنده عمره 3-4 شهور فجاه بقى بيرجع، بقى بيسهل، بقى عنده مشكله، المشكله دي تتعارض مع حياته. ودي طبعا دي نسب نادره جدا، 1 في 1000. بس لما تكتشفها من بدري وتعمل التحليل التمثيل الغذائي مم. وتكتشف انه عنده مشكله في الكروموزوم ده او في الجين الوراثي ده، مم. بتبدا تتعامل معاه من بدري، وتبدا الوزاره تكلم الاهل وتقول لهم تعالوا هنعيد التحليل تاني ونبدا نتاكد ونشوف للطفل ده نتابعه ونبدا نمشي معاه في الخطوات. فده بنسميه زي سكريننج تيست او مسح شامل، خدمه بتقدم لك مجانيه، وتحاليل التمثيل الغذائي دي بألوفات مش بمئات، يعني بألوفات الجنيهات، فانت تقدر تحصل على الخدمه دي من بدري مجانا. بالظبط. طيب تمام، هنتوقف بقى في الحلقة لغاية كده اللي احنا خلاص خدنا كام جرعة؟ 3. كام تطعيم؟ افتكر 3. 2 صفرية اللي هي كبد باء وشلل وتحليل الكعب. وقعت يعني، ده بس مش تطعيم. ايوه تحليل الكعب اهو، تحليل الكعب. تطعيمين وتحليل. تطعيمين وتحليل. خلاص هنقف هنا ونكمل الحلقة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله. اشوفك على خير. ان شاء الله.